السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، إن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. الوصفة تاع اليوم كانت بناء على طلبكم كامل، قلتوا لي عاودينا لي كورني، راح نديروهم بعجينة خفيفة وحشو بزاف بنين اقتصادي ويقطع لكم كمية كبيرة. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو لا فيديو. نروح لطريقة التحضير. نبداو بسم الله بالعجينة. نحتاج فيها كاس كبير تاع حليب دافي مقدار 250 مليلتر، ملعقة كبيرة خميرة الخبز ما تكونش معمرة مليح، ملعقة كبيرة سكر، ونخلطوهم مليح مع بعض حتى يذوب لنا السكر مع الخميرة. من بعد نزيدو ربع كاس زيت، الكاس اللي عبرنا به الحليب نعبروا به الزيت، وانتم على حسب الكاس اللي تخدموا به. نخلطوهم مع بعض ونلم بالفرينة. هنا الكمية تاع الفرينة عينكم هي ميزانكم، نلموا حتى نتحصلوا على العجينة تكون طرية. وبلا ما ننساو الملح مع نصف كيس خميرة كيميائية. قلت لكم العجينه تكون طريه لكن ما تكونش تتلاصق، باسكو اذا كانت تتلاصق من بعد تغبنكم في الخدمه. نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها، ونروح نحضروا الحشو. هنا في مقلاة درت شويه زيت، يعني حوالي ملعقتين كبار، مع ملعقه كبيره تاع سمن الوليمه اللي يخلي الدجاج تاعنا ماشي ناشف ويزيد له البنه. وكما نعرفوا كامل الصدر تاع الدجاج ما يجيش فيه شحم كيما لا فيونداشي، دونك لازم نزيدوا له شويه سمن. نذوبهم. من بعد نقلي نص حبه بصل تكون متوسطه في الحجم مع زوج سنات ثوم. البصل قطعوه قطع صغار، نذبلو مليح ونضيف له نص صدر دجاج مرحي. نزيد الملح، فلفل كحل، هنا التوابل على حسب الذوق تاعكم، ونزيدو توابل خاصه بالدجاج، ونديرو يطيب على نار هادئه حتى ينشف من الماء ويولي بالنا بلي راهو مقلي. وتقدروا هنايا الحشو ديروا لا فيونداشي. نخليه يبرد جانبا ونعاود نرجع للعجينه خمرت. كما راكم تشوفوا الحجم تاعها راه ضاعف. نديغازيوها. من بعد نجيبو بابي كويسون ونحلوها فوقو ولا فوق ساشي اليمونتير. المهم حاولوا تحلوها فوق كاش حاجه، ما تزيدولهاش الفرينه هكذا باش ما تيبسلكمش. نحلوها على سمك يكون رقيق نوعا ما تحلوهاش خشينه بزاف. ديروها شكل مستطيل. من بعد نقطعوها دي بوند، يكون العرض تاعهم حوالي 1 سنتيمتر. هادو هما لي مول تاع لي كورني، على بالي كامل عندكم وتعرفوهم. ندهنوهم بالزيت، لازم تدهنوهم باش من بعد يديموا لكم بكل سهوله. ونشكلوا بهذه الطريقه، يعني نخليكم تركزوا مليح مع الصوره. شوفوا حاولوا ما تجعدوش العجينه هكذا باش ما تتقطع لكمش، لووها فوق المول فقط كما راني ندير تماما. والجهه اللي نغلقوا عليها هي اللي نديروها في السنيوه من التحت. نزيد حبه واحده اخرى باش تشوفوا مليح. شوفوا مليح كيف راني ندير، ندور المول على العجينه بهذه الطريقه. ونكمل بنفس الطريقه مع باقي الحبات. من بعد ندهنهم بصفار بيضاء مع قطرات تاع الحليب، يعني ما تكثروش الحليب، ديروا شويه برك عبر ما يمتزجوا. وفي هذا الوقت ديروا الفوق تاعكم يسخن على درجه 180. ونديكوريهم بشويه تاع زرارع مخلط مع الجلجلان، ولا تقدروا ديروا الجلجلان وحده. بالنسبه للطريقه تاع الطياب نطيبوهم في الاول من التحت حتى كي نشوفوهم حماروا مليح من التحت، طفوا عليهم وشعلوا لهم من الفوق يدوا تحميره شابه. ولو طون اللي يكونوا يطيبوا نروحوا نوجدوا كريمه الجبن. عندي هنايا كاس كبير تاع حليب، هنايا المقدار تاع الكاس 250 مليلتر، ونزيد ملعقه كبيره مايزينا او نشا، شويه ملح،
رشه تاع فلفل الكحل، ما تكثروش بزاف يعني شويه برك باش تعطينا ذوق. ونخلطوا كلش بارد في بارد حتى تنحل المايزينا في الحليب، ونديرها على نار هادئه ونبقاو نحركوا باستمرار حتى تعقد وتشوفوها بدات تشكل واحد الفقاعات. هنا بعد اللي طابت نحيتها، شوفوا كيفاش يكون القوام تاعها. نضيف لها كميه مليحه تاع الجبن، هنا استعملوا اي نوع تاع فرماج يكون عندكم، ونحلوه بسرعه في لاكريم وهي سخونه. المهم كثروا الفرماج باسكو هذه الكريمه البنه تاعها في الفرماج كيما راكم تشوفوا، يولي القوام تاعها بهذا الشكل تماما. نجيب الحشو الدجاج اللي كنا طيبناه ونضيف له الكريمه. راكم رايحين تتحصلوا على واحد الحشو البنه تاعو ولا اروع، يجي بزاف بنين وماشي ناشف ويعطيكم يعني انغو سبيسيال. نخلطوهم مليح والكريمه خلطوها مع الحشو وهي سخونه، ما تخلوهاش حتى تبرد باسكو فيها المايزينا، واذا بردت راح يعني تجمد وتولي كيما الكتله. وهنايا لي كورني راهم سخونين ذوينا طابو مازال ما ديموليتهمش، نخليهم حتى يبردوا مليح ونديموليهم. نديروا الحشو تاعنا في اون بوش ادوي هكذا باش تسهلكم الخدمه وتقدروا تعمروهم فاسيلمون. ونزيد نمشي شويه حشو مع الاطراف، ونزيد نمشي فيهم الحشو مع الاطراف هكذا باش يلصق لنا الفرomاج غابي. يعني الطريقه جد سهله ومبسطه، وما كاش وصفه تاع لي كورني اسهل من هذه. يعني صراحه اذا ما جربتوهمش راكم رايحين تندموا، الذوق تاعهم ولا اروع. هذه الوصفه عندي بزاف ملي راني نديرها، وكامل اللي جربوها نجحوا فيهم، وجامي يعني درتها وما خرجوليش ملاح. وبنفس الطريقه نكمل نعمر باقي الحبات نزينهم ونتلاقاو في طبق التقديم. وصلنا لنهاية وصفتنا لنهار اليوم. هذا هو الشكل النهائي تاع لي كورني اللي كنا حضرناهم مع بعض، جاو بزاف شابين بالطبع، يعني حاجه تحمر الوجه تزينوا بها مائدتكم الرمضانيه، والذوق على ضمانتي. انا نقول لكم جربوهم، جاو بزاف بنان، العجينه خفيفه، الحشو ماشي ناشف، مشمخ من الداخل، فيه البنه تاع الفرماج، يعني ما عندي ما نقول لكم، يعني جربوهم واستمتعوا بالبنه. ما بقى لي غير نقول لكم نلتقي باذن الله في وصفه اخرى من الوصفات الرمضانيه، والسلام عليكم.